أنا شاب مصري مغترب وبقالي سنة عايش في ألمانيا، والحمد لله أخيرا ربنا رزقني بعربية. من يومين بقى كنت سايق العربية على الطريق السريع، وبصراحة ما كنتش مركز في الطريق، وده غير إن الجي بي اس كان شغال بس أنا مش فاهم منه حاجة لأنه ببساطة بيتكلم ألماني أحسن مني، وللأسف عديت المخرج اللي المفروض أخرج منه على الطريق. وطبيعي إني كمصري أصيل قلت إيه يعني هرجع بظهري، ما هي مسافة صغيرة. وأنا بعمل المناورة التاريخية دي من حظي المنيل لقيت ورايا عربية الشرطة بتاعة تأمين الطرق، وقفوني وأخدوا كل بياناتي، وأنا واقف بكلم نفسي وبقول خلاص يا كبير هيرحلوك على أول طيارة نازلة مصر. بس الحمد لله دفعوني غرامة حوالي 500 يورو. المبلغ ده لو كنت دفعته في مصر كان جالي سكتة قلبية، والموضوع عدى على خير ورجعت البيت. والمفاجأة بقى لما جالي النهاردة جواب منهم مكتوب فيه إن حضرتي لازم أروح لدكتور نفسي فورا، لأن اللي أنا عملته ده مستحيل يطلع من إنسان طبيعي. ده غير إنهم كمان هم اللي هيدفعوا لي فلوس الكشف. أنا بس نفسي الناس دي تيجي عندنا وتقف 5 دقايق على الدائري، او مثلا الزحمه بتاعت وسط البلد والموسكي. انا متاكد ان ساعتها الدكاتره النفسيين في مصر هيكونوا اغنى ناس في العالم.